رمضان كريم، فتح يا عليم. 30 يوم فيه هنا والسعادة، يجعل رمضان عليكم كله بالخير واليمن والسعادة والبركة، وينعاد عليا وعليكم كل الأيام بخير. تعالوا النهاردة نشوف أول يوم في أيام رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما في رمضان متجمعين وبالعرقسوس شاربين وقوة ومتدختي يا حلوين. وتعالوا بقى نصب الصوب، يا الله 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 الله. طب تعالوا بقى نشوف النهاردة أول يوم رمضان ليلى النجار عملت معاكم فطار إيه. اول ما بفتح عيني كده لازم افتح عيني على الخشاف، ودايما اقول لكم اهم حاجه الخشاف على سفره رمضان، بيدي طاقه طول اليوم بقى، وتاني يوم بيديك طاقه في الصيام. حلو قوي قوي قوي. حطيت البلح بعد ما فتحته غسلته، حطيت عليه القراصيه زي ما انتم شايفين، وحطيت كمان المشمشيه بحب اقطعها نصين كده. الله الله الله، لاني ما بحطها سليمه. الناس اللي بتستغربني ليه بقطع المشمشيه، علشان بلاقيها منفوخه كده ما بحبهاش منفوخه. تمام. وعندي بقى تين، ما تستغربوش ان التين قاسي، كنت حاطاه في الفريزر مش عارفه ليه. حطيت كده التين على المشمشيه على القراصيه على البلح، وهنزل عليهم بقمر الدين. فتح يا عليم، 30 يوم فيه هنا وسعيد. قمر الدين القمر ده. هتقولوا لي يا ليلى انا بحط زبيب. انا لا، ما بحط زبيب خالص، لان حرام يعني. كذا الشيخ اتكلم في الموضوع ده، وانا ببعد عن موضوع اني احط زبيب مع تمر. يعني مش حلو يعني، واسالوا فيها اي حد. طيب عملت بقى من وراكم كده تغدعه المحشي، وتعالوا نحشي سوا. ما انتوا عارفين كلكم شاطرين اشطر مني واحلى مني في تغدعه المحشي. انا قلت بقى ايه، اعملها من وراكم كده وعلى طول احشي. جبت ورق عنب، ما تستغربوش انه صغنن، بس بناتي وقمر. الورقه ناعمه تحطيها في الهوا تطير من نعوميتها وخفيتها، جميله جميله. وكانت في الاكل طعمها لذيذ لذيذ لذيذ، ما اقولكوش بقى. وكمان في الفيديو ده يا بنات عايزه اقول لكم على 30 يوم هنعمل 30 ثواب، ما شاء الله اللهم بارك. 30 ثواب هناخد عليهم احلى ثواب اخر الشهر. تعالوا بس هفهمكم ايه حكايه الثواب اللي هنعمل. قطعت كده بطاطسايه شرايح زي ما انتم شايفين، وهنقطع كام طماطمايه. انا لقيت البطاطستين حلو. البطاطستين دي وحدتين البطاطس هيبقوا كبار ليش احنا بعد الفطار بقى ونهزر زي ما احنا عايزين. قطعت كده شويه طماطم كمان، لقيته 2 البطاطس هيبقوا كبار، خدت واحده بس وقطعت 3 طماطمات. وتعالي بقى نرش عليهم كده شويه فلفل اسمر وشويه ملح، وقطعت كمان بصلايه زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى رشة ملح كده، واقلب كل الخضار الحلو ده في بعضه. هسكت على كده؟ لا، انتوا فاهمين اول يوم رمضان كده لازم ندلع العيال وابو العيال وام العيال وخالة العيال وكل الناس. طيب تعالوا بقى كده نشوف هنحط ايه. حطيت في قاع الحله الخضار الحلو القمر بتاعنا ده. عايزه تزودي كوسه براحتك. اتصلت بقى يعني كنت جايبه من قبلها بيوم، متصله بابراهيم المليجي، بعت لي بقى ريش قمر 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 بقى. انتوا عارفين انا بحب الريش قوي تحت ورق العنب. وتعالوا بقى نحط كده الريش زي ما انتوا شايفين. هنعمل النهارده صنفين ريش. تمام. انا جبت 2 كيلو يعني 2 كيلو. هاخد طبق ماشي هحطه تحت ورق العنب، وهنعمل طبق تاني بقى ايه بطريقه قمر خالص. قمر قمر قمر. اديت الريش بتاعتي دي رشه فلفل اسود ورشه ملح كده. ملح يا ليلى في اللحمه ما تستويش. بصي طالما ضامنه انت اللحمه بتاعتك انها صغيره هتستوي ما شاء الله اللهم بارك، وهتاخد سوا المحشي وهتشوفوها. وفي نهايه الفيديو رصيت الريش كده زي ما انت شايفه. الله الله الله. طب ما تاخديها يا ليلى يعني صدمه كده؟ لا، طب اخدها صدمه. انا بحبها كده، بنحبها نيه كده، نيه في نيه كده مع المحشي، بتبقى قمر قوي. تمام. بس المحشي مخدعانا. طيب هقول حاجه. انتي عايزه تفطري يا ليلى 30 يوم. انا عايزه افطر ال 30 يوم حرفيا، عايزه افطرهم. ماشي. طب انا يا ليلى ظروفي ما تسمحش. لو انتي ظروفك تسمح، انا ظروفي ما تسمحش، ما ينفعش افطر كل يوم ناس. طيب تعالي بس عشان ما نتوهش من بعضينا، انا ما عنديش شوربه اعمل بيها المحشي. حطيت شويه ميه على النار زي ما انتم شايفين كده، وحطيت فيهم معلقه صلصه، وحطيت فيهم شويه فلفل اسود وشويه ملح وحته سمنه بلدي. الله الله الله. سيب الكلام ده ياخد ويدي بشكل ودي ويغلي مع بعضه. وبعد ما يغلي تعالوا بقى نجيب حله المحشي القمر بتاعتنا. حطيت على وشها زي ما انتم شايفين كده شرايح ليمون،
وعايزه توم حطي. انا هستغنى عن التوم لان انا هدخل التوم في اكلتين تاني مع الاكله دي، تمام؟ عشان كده استغنيت عن التوم النهارده على وش ورق العنب. حطيت بس دبس الرمان والليمون بيدوا ورق العنب مزازه قمر قوي. وحطيت كده الشوربه، اللهم بارك، كانت طعمها حلو الشوربه اللي عملتها دي. طيب تعالوا بقى نعمل اللحمه، وهرجع لكم تاني ل 30 الصائم، 30 يوم افطار صائم. حطيت كده حته سمنه بلدي، ونزلت بقى بالريش، طبق الريش التاني زي ما انتم شايفين كده. خدته تشويحه حلوه على البوتاجاز. بعد ما خدته تشويحه القمر قمر قمر دي، وكل سنه وانتم طيبين ودايما في رمضان متجمعين ومتهنين. هننزل كده بشويه بصل، ايه الاحمر اللي في البصل ده؟ نص قرن فلفل حامي كده. ونزلت كمان بطماطمايه مبشوره على برضو على البصل ده. وهننزل كده براس توم. التوم ده التوم الجديد فلسه ايه طري، فبقطع الراس كده سليمه زي ما هي. نزلت بشويه ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وشويه حبهان مطحون وملح، وقلبت كل الكلام ده ببعضه وسبته ياخد ويدي بشكل ودي مع نفسه. وعندي بقى لحمه معصجاها امبارح. مسكت بقى اللحمه المتعصجه دي، بتكلم بسرعه عليه لان انا عايزه اقول لكم ان انا مشغوله في توضيب المحل ان شاء الله. افتتاح المحل بتاعي يوم الجمعه الجايه، فانا مشغوله قوي في توضيبه وفي الفرش وكده. مش كنتش عارفه اصور لكم توضيبات رمضان اللي قبل رمضان، زي تعصيج اللحمه. انا معصجه لحمه كده وشايلاها امبارح، عصقتها عملت كده شويه سمبوسه كده قمر خالص زي ما انتم شايفين. طب نرجع مرجعنا لافطار الصائم. هخليكي كل يوم تفطري صايم، ايوه كل يوم هتفطري فرد واحد يا ستي، مش هغرمك خالص خالص خالص. بس قبل ما توه منك تاني، تعالي هاتي لي حله صغيره، معلقه سمنه بلدي. بصي بقى انا ما عنديش شوربه، بعد ما نزلت بحته السمنه البلدي نزلت عليها بطماطميه مبشوره كده في الكب، سبتها تاخد وتدي صلصلت مع نفسها، وهنزل عليها بشويه ميه، وهنزل عليها اول مره استخدم المرق اللي هو المرق بتاع الشوربه ده، اول مره استخدمه في حياتي، ماشي. ونزلت بقى بشويه ملح وفلفل اسود، سبتها تاخد وتدي كده بشكل ودي مع نفسها. ونزلت كمان بنص معلقه توم كده. وتعالوا نقلب اللحمه بتاعتنا. ببص عليها لقيتها استوت ما شاء الله، اللهم بارك، في ثواني كده طفيت عليها. وتعالي بقى ننزل في الشوربه الكدابه بتاعتنا دي، بس كانت طالعه زي العسل عسل. كل يوم هنعمل طريقه ملوخيه جديده، كل يوم هنعمل مع بعض طريقه ملوخيه جديده، طريقه الملوخيه كتير كتير كتير. وتعالي بقى حته سمنه، ونزلت بالثومه وشويه كزبره، ونطش بقى احلى شويه ملوخيه بالطماطم والشوربه الكدابه. ايوه دي ملوخيه بالطماطم، بس طعمها حلو قوي 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 يا بنات، كانت مسكره سكر كده، بالف هنا وشفا لكل اللي دقها. طيب تعالوا بقى ونشوف الاختراع بقى اللي انا اول مره اجربه، بامانه والله اول مره اجربه في حياتي، وهو العرقسوس ده. بصوا العرقسوس ده صاحبتي كلمتني عليه وبنتي كلمتني عليه. بصي هي معاه كده حاجه مهم، حطيت في الحاجه دي شويه العرقسوس وقفلتها، ونزلت غطستها كده في قلب الميه، بتسيبيها ربع ساعه وبعد كده تشربي العرقسوس. دي اول مره اجربها، ومش هقول على اسمه عشان ما تقولوش عليه ده دعايه، يعني اول يوم رمضان ولا حاجه. تعالوا بقى بينا نعمل استوبيا. بس كان حلو جدا. تعالوا بقى بينا نعمل استوبيا. نزلت كده بالحليب، لتر الا ربع حليب، ونزلت عليهم كده ب4 معالق من استوبيا. وهنزل مقدار الصوبيا مقدار اللبن البودر، بحط 4 معالق برضو لبن بودر، ومعلقتين ونص بس سكر، واضرب كل ده في الخلاط، واصب بقى احلى صوبيا ممكن تدوقيها في حياتك كلها. طيب تعالى اقول لك، وانا بغرف معاكم كده هقول لك ايه حكايه افطار الصائم. كل يوم من فطارك تعملي وجبه، كل يوم من فطارك تعملي وجبه، بس كده حاجه سهله وبسيطه وسريعه. هتاكلي لحمه هتعملي وجبه منها، هتاكلي فراخ اعملي وجبه منها، هتاكلي فول اعملي وجبه منها، هتاكلي عدس تفطري عدس اعملي وجبه منها. مهم تفطري كل يوم 30 صايم، وتديها بقى لاي حد، جارك، حد ماشي في الشارع، عابر سبيل، اي حد. المهم هنفطر كل يوم، وعايزه التحدي ده يلف كل السوشيال ميديا ويعمل بصوا قلبان ويطلع ترند. انا عايزه كل يوم افطار صائم من كل بيت فيك يا عالم، من كل بيت فيك في العالم كله، كل يوم نفطر افطار صائم. قولوا لي بس اجواء رمضان كده في الريسبشن عجبتكم ولا لا؟ عملت شويه تحضيرات كده لرمضان وعملناهم النهارده، يعني كل ده النهارده اول يوم رمضان. عايزه اقول لكم علقت الزينه دي كلها اول يوم رمضان. البنات عايزه اقول لكم احنا مطحونين في توضيب المحل.
تعالوا هنا بقى بفرش السفره كده، حطيت الرانر القمر بتاعي ده، وده بتاع السنه اللي فاتت على فكره، ما جبتش رانر جديد يعني. ماشي، وحضرت كده الاطباق، وتعالوا بقى نغرف، وهتتفرجوا عليا دلوقتي هعمل لكم شقلباظات وانا بغرف المحشي يا بنات. حته شقلباظات ما حصلتش. حطينا كده الترشي، ما عملناش سلطه، ما تعيبوش اول مره في رمضان ما كنتش عامله سلطه على سفره رمضان. تمام. تعالوا بقى، عايزه اقلب حله المحشي، مش عارفه اقلب حله المحشي، سخنه وتقيله الاثنين في بعض، مش عارفه اعمل ايه. هوب 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 هوب، مش عارفه هوب على دماغي، ما تفهموش ازاي. بس ما رضيتش اقطع لكم والله اللقطه دي، قلت اعيشكم معايا كل اليوم كده من اوله لاخره. دعواتكم ليا بالرضا وبالهدايه وبالسماح وبكل حاجه حلوه. دعواتكم ليا بكل خير، وربنا يتمم مشروعي على خير وافتتاحي على خير. وتعالوا بقى نحمد افطار الصائم. هنا هكتب لكم على كل يوم كده نعمل وجبه افطار صائم، هنكتب كده النهارده واحد، كتبت واحد اهو، النهارده اول يوم رمضان. حطيت هنا قطعتين سمبوسه زي ما انتم شايفين، حطيت قطعتين ريش زي ما انتم برضو شايفين كده، حطيت قطعتين بطاطس من اللي انا حطاهم في قعر حله المحشي. حطينا المحشي ورق العنب، وحطينا هنا ترشي، واحده بتنجان، واحده ليمون مع اصفر. يا رب يا رب يا رب يعيد عليا وعليكم كل الايام بخير. وكده شكل سفرتي اول يوم رمضان، يا رب دايما متجمعين وعلى سفرة رمضان متهنين، مهما كانت هي جميلة ونعمة من عند ربنا. واشوفكم بكرة ان شاء الله في افطار جديد، وتحياتي، بحبكم قوي، السلام عليكم.